بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط. القرنبيط بالبشاميل، ما شاء الله عليه، جميل جدا جدا جدا، يا ريت تجربوه. تحفة، من غير زيت ولا بيض ولا دقيق ولا أي حاجة خالص. شوحنا القرنبيط مع البهارات مع معلقتين زيت، وهنشوف مع بعض الخطوات خطوة خطوة، ولادك هيحبوه قوي. والخطوة معايا، أنا جبت القرنبيط على بعضها، هقطعها بقى وهحطها في المية. لا، اول خطوه معايا في اعمال القرنبيط، انا هعمله صينيه قرنبيط بالبشاميل. انا عملته قبل كده على فكره، بس ما صورتوش بصراحه في القناه، عملته كنتاكي، وان شاء الله هعمله معاكم مره تانية. طعمه جميل جدا. انا على فكره انا اول سنه اعمل القرنبيط، انا ولادي ما كانوش بيحبوه، بس هتشوفوه معايا خطوه خطوه. هياكلوه بعد الفيديو ده على طول. هنشوف مع بعض. انا معايا هنا قرنبيطه كبيره، هنحاول نعمل نصها صينيه في الفرن، والنص التاني يا اما اسيبه اعمله كنتاكي، يا اما اشيله اعمله صينيه مره تانية، على حسب بقى. هنشوف الخطوات خطوه خطوه. انا هقطعها، وعندي ميه بتغلي، انا بغلي ميه على فكره. الميه فارت عندي، انا هحط عليها كمون وشويه ملح وشويه سكر، بس مفيش احسن من كده. الكمون عشان الانتفاخات. هنشوف مع بعض. قطعتها قطع صغيرة خالص زي ما احنا شايفين، وشلت العروق اللي هنا. هنزلها بقى في المية اللي بتغلي. زي ما احنا شايفين، حطينا كمون وملح وسكر، نص معلقة ونص معلقة ونص معلقة. هسيبها بقى تستوي كويس خالص. مش زي القرنبيط اللي هو المقلي، لا، هتستوي شوية كمان زيادة. سلقنا القرنبيط سلقة كويسة قوي زي ما احنا شايفين. ده خلاص يعني ممكن يتهري كمان. سلقناه سلقة كويسة. معايا هنا هعمل البشاميل عشان نعمل صينية القرنبيط بالبشاميل زي ما احنا شايفين. معانا سمنة على الزيت، حوالي 3-4 معالق، ومعلقتين زيت. هنزل بكوبايتين من الدقيق، انا مزودة على فكرة البشاميل لان هعمل فيه صينية تانية. واقلب كويس قوي لما الدقيق يدخل في السمنة على الزيت. هضل اقلب كويس قوي. بعد كده بنزل باللبن، بس خلاص لما الاقي الدقيق استوى معايا ممكن ابهره بقى. قبل ما نحط اللبن ممكن ابهره، احط فلفل اسمر وملح بس. هي دي بهارات البشاميل، ملح وفلفل اسمر. بعد كده بحط معلقه من الكيك شيف او الباودر. افضل اقلب فيه خالص لما الاتنين يندمجوا مع بعض زي ما احنا شايفين كده. ممكن ازود معلقه زيت لو حسيت ان الإيدام قليل. ده معلقه فلفل اسمر. بعد كده احط معلقه ملح. انا بحب احطه بصراحه مع الدقيق كده، بيدي نكهه حلوه قوي. هحط ملح، بحط ملح قليل، ولو عوزت في الاخر بحط تاني عشان مش تبقى حادقه. زي ما احنا شايفين كده بقلب كويس. ابتدى الدقيق يحمر معايا من شكل عين البوتاجاز سخنه. وطي شويه زي ما احنا شايفين كده. الفلفل الاسمر ريحته طلعت مع التقليب، ما شاء الله، ريحته كويسه قوي. على فكره انا ما كنتش بعمله كده الاول، كنت بحطه على البشاميل بعد ما بحط اللبن، بس بصراحه عملته مره بالطريقه دي عجبني قوي. كمان تقلبتين وهنزل باللبن. معايا القرنبيط هصفيه في المصفى وهنشوفه مع بعض. خلصنا البشاميل، دخلنا كل المكونات مع بعضها، البهارات مع الدقيق مع السمنه. هنزل بقى باللبن. انا كنت سبته يبرد حبه. هنزل باللبن. اللي عايم على الوش ده الفلفل الاسمر اللي احنا حطيناه مع الدقيق. الفلفل الاسمر اللي احنا حطيناه مع الدقيق. طبعا هدلنا نقلب لغايه ما يتجمد زي ما احنا شايفين كده. تقل معايا خالص. هنزل باللبن تاني. هنزل لبن.
وافضل اقلب، وكل ما اعوز لبن احط تاني. ما ننساش البودر معانا، احط حوالي معلقه او نص الباكو. وعندي القرنبيط هنا لسه هنقله بطريقه تانية، بس هنخلص بس البشاميل ونركنه. هيعوز لبن تاني. على فكره انا حاطه له شويه شوربه. معايا حله على النار بحط فيها معلقتين من الزيت، معلقتين 2 من الزيت، يا دوبك بس يسخنوا كده شويه. انزل بالقرنبيط. بعد كده بحط البهارات زي ما احنا شايفين كده، بابريكا وملح وفلفل اسمر وكمون ونص معلقه سكر مع الفلفل. الفلفل بقى حسب ما انت عايزاه سبايسي، عايزاه رومي، حسب ما انت بتحبي. ومعايا هنا معلقه من الخضار، عندك شبت حطي، عندك كزبره خضراء حطي. انا حاطه بصراحه عود نعناع لقيته عندي فقلت يدي نكهه كويسه. هقلب كل المكونات دي مع بعضها. انا قلبتهم كويس قوي، كل شويه بقلب فيهم. عندي هنا بهارات كنت جايباها من عند العطار، بهارات شوي فراخ او لحمه. على فكره نكهتها حلوه قوي. انا هحط منها نص معلقه على الخلط على القرنبيط. هحط منها نص معلقه. القرنبيط كويس قوي مع البهارات مع القرن الفلفل، مع معلقه بقى من الفيجيتار. بصراحه بتودي القرنبيط ده في حته تانية خالص. ده نقطه الدلع ده، ونقطة الدلع. مش هكتر عن كده. وهقلبهم على النار. دهنتها بالزيت والجوانب دهنتها بالزيت زي ما احنا شايفين كده. هنزل عليها برشة من الدقيق. معايا خلصنا كل الخطوات. هنعمل بقى الصينية. احنا دهنا هنا الصينية بالزيت زي ما احنا شايفين كده، وقلنا هنرشها برشة من الدقيق. بعد كده هحط خطوة من كبشة من البشاميل، كبشتين 3 كده زي ما احنا شايفين. بسم الله. هوزعه كويس قوي على الصينية زي ما احنا شايفين كده. هنوزعه كويس قوي. لا تقولي بقى لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة خالص. الصينية دي بصراحة اقتصادية وجميلة جدا، ولا استخدمنا زيت قلي ولا بيض ولا اي حاجة، بس بصراحة طعمها تحفة. جربيها مش هتندمي خالص. ما شاء الله. ظبطنا كده البشاميل في الصينية زي ما احنا شايفين. بعد كده هنزل بالقرنبيط اللي انا عملته كله، بس هو سخن. هنزل بيه كله زي ما احنا شايفين كده. هما لما يتوزعوا هتلاقيهم حبة صغيرين. هنزل بيه كله زي ما احنا شايفين كده. هوزعه في الصينية بالمعلقة. هجيب معلقة صغيرة واوزعه في الصينية زي ما احنا شايفين كده. هنوزعه كويس قوي. على فكرة شوحته تشويحة كويسة، قعدت اشوح فيه عشان يبقى مظبوط معايا مع البهارات مع المعلقتين الاخارة بتوع الفيجيتار. ما شاء الله يخلي الصينية عندك جميلة جدا جدا جدا، متطعمة ومتبهرة. والقرن الفلفل طبعا انت لو عايزة فلفل سبايسي حر حطي، مفيش مشكلة. عايزة تحطي معلقة شطة حطي على حسب ما انت بتحبي. ده اختياري حسب ولادك وحسب افراد بيتك. اللي بيحب الحر اعملي حر معاه، بيخلي الصينية طعمها حلو قوي. لو بتحبيها باردة خليها باردة، مفيش اي مشكلة. بعد كده وزعنا الصينية كويس قوي. بعد كده بنزل بالبشاميل زي ما احنا شايفين كده، وزعه كويس قوي. انا قلت بدل ما احط بالكبشة هنزل البشاميل كده زي ما احنا شايفين، ووزعه كويس قوي. زي ما احنا شايفين معانا كده بشاميل كريمي جميل قوي. معايا خطوة أخيرة. أنا شلت شوية من البشاميل وحطيت عليه بيضة على الوش. ممكن تحطي على الوش موتزاريلا، جبنة رومي، جبنة شيدر، ميكس اللي انت عايزاه. بس أنا بصراحة حبيت أعملها المرة دي اقتصادية جدا، أعملها بالبيضة. حطيتها على الوش عشان تتحمر كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. هوزعها بقى
هوزعها وادخلها الفرن. على فكرة الصينية اقتصادية خالص. حابة تطعميها وتزودي لها جبنة موتزاريلا، اي جبن عندك، سواء كانت جبنة رومي، جبنة ميكس، جبنة موتزاريلا، بصراحة هتطعم الصينية. بس لو مش عندك مفيش اي مشكلة، ده اختياري يعني. انا بصراحة حبيت اعملها اقتصادية معاكم زي ما احنا شايفين كده. والصينية التانية برضو عاملاها اقتصادية. هندخلهم الاتنين الفرن. دخلنا الصينيتين الفرن، ما شاء الله عليه جميل جدا. لو عايزه بقى تطعمي اكتر ممكن تحطي شرايح زيتون على الوش. الصينيه طلعت من الفرن ما شاء الله عليها جميله جدا جدا جدا. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الخلطه معانا عامله ازاي؟ ما شاء الله. بس هي لسه سخنه على فكره، هتقطعيها لما تمسك نفسها، بس عشان التصوير بس. ما شاء الله جميله قوي ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده.